السلام عليكم، مرحبا بكم وسهلا معنا في شهيوات ووصفات صحراوية. اليوم ان شاء الله وصفة اللي نعدلوه هو رشوش. بالنسبة للناس اللي ما تعرف الرشوش هو مسك او ريحة تعرف في المناطق الجنوبية. عندي الصريع، عندي تارة خبطتها شوي بالمهراز دقيتها، عندي الهرهار، عندي الصريع، عندي رقيطة، عندي السنبل، وعندي القرنفل. لين نحكم هذه المكونات كامل لين ندير قرعة من الدجاج ولا جيرة ولا بوش ونضيف عليهم المسك. بالنسبة للقرنفل راني دقيته شوي، والتارة حتى هي دقيتها شوي. نقبض هاد المكونات كامل وبالنسبة لتسرغيمت كسرتها. نقبض المسك عندي هون المسك هادو القريعات الصغار حيدت لهم كيف تشوفوا غطاية ديالهم باش نكب، باش يسهل ليا كبهم في, في القرعة. بالنسبة للناس اللي ما عندها القريعات تقدر تستعمل مسك ليتر، وانا متوفرين عندي هاد القريعات ودرتهم كيف تشوفوا. خلينا نخوي عليهم قدر من المسك ونخليهم يباتوا ليلة كاملة لين يطلسوا. تو يطلسوا النهار الثاني نعود نزيدهم المسك ويعود عندي مسك واجد رشوش لكحل. نخليهم ليلة كاملة لين يطلسوا مزيان. تو يطلسوا نعود نصممهم ونكبهم في هذه القرحة ديال الليترو ونعمر عليهم المسك. بالنسبة للونهم لا يتبدل ما لا يتم في الصيف اللي يعود لونهم أكحل. انا اخترت نسرع الفيديو باش ما يجيكم طويل، لاني وين درت النوبة الاولى طويل جبرته لاحق 26 دقيقة طويل قبالة. بالنسبة لهذه المكونات ديال الرشوش الابيض اللي ندير فيهم الرشوش الابيض وندير فيهم الخميرة الصفراء والخميرة البيضاء. هذه المكونات اللي تسمعوا المرة سمياتهم كامل اللي عطاتهم لكم في المرة الجاية اللي تسمعوهم دركت وكملت انا حسي اللي يجيكم حس المرأة تعطينا المكونات كامل ديال هذا الرشوش الابيض. بالنسبه لهاد المكونات اللي ندقهم مع تيدقت هي المسك الحاره. نقبض هاد المكونات كامل نديرهم في المهراز ونعود ندقهم باش نعود كل هذا مسك الحسن. يقولوا مسك السيف ويقولوا مسك الحسن. هذا مسك ديال الرشوش، انا ما نعرف اسمه بالفرنسيه. هذه السمسارة، هذا السندل، وهذا بخور الكيك، وهذا عطر يجي في الحك اللي هو قالوا عطر الحك، عطر البطة. هذه الغالية. وهذا عند عرب الكيلو قالوا العطر الناشف يضرب الكيلو. مسك العود منين هو؟ مسك العود هو اللي جاي في هذه. ايه قال لهم اللي مسك العود فهمتي. وذاك فيه داك هذا يجي في الرشوش الابيض. والكحل والخميره البيضاء والكحله والصفراء كامل يجي فيه. اي والله يجازيك. الخمايه كاملين. الله يجازيك ان شاء الله. في خمايه عدلتيها ديري فيه ديري فيه الرشوش درتيه عدلتيه ديري فيه. ايوا يرحم والدي. كيف سمعتوا السيدة الله يجزيها بخير سمات السميات ديال هاد المكونات كاملين. عندي هون الخميرة البيضاء، اي نوع ديال الحليب عندكم، سواء نيفيا سواء ميكسا بيبي سواء اللي عندكم. خويته في قرعة ديال الدجاج اللي نضيف عليه كتشارة من ذاك المكونات. وين غربلت هاك الخليط كامل شاط عندي ذاك اللي رجع لي من الغربال كامل لين نحكمو ونعود نسوسو ان شاء الله هون في هذه ملحاطه لانه يذوب. تعرفوا عندي دقت الذوب مع المسك. لين نكب ذاك كامل المكونات ولين نضيف كتشاره من ذاك الخليط اللي درت قبيل دقيته ديال هذوك المساك ديال الغبره. لين نضيف ملي شوي من الرواح كالروح ندير منه شوي كيف تشوفوا من السنبل ومن الأرواح كاملة كلها ندير منه شوي شوي.
لين نضيف عليه درك هذا العود ديال الرشوش، لين نغطيه ونحركه ونخليه. المسك الا بغيتو يجيكم زين رشوش الابيض ولا كحل الخمار البيضة والكحلة، خاصو المدة، خاصو يفوت مدة في ما تستعملوه هيك الساعة، خاصو يفوت على الأقل 40 يوم باش تعطي الريحة ديالو زينة. راك ان شاء الله لين تخطاو الخميرة الكحلة. عندي هون عيشة، دهنة ديال عيشة، يقولوا دهنة ديال عيشة الصفراء. لين ندير كسرونة، درت عندي هون الريشو، لين ندير كسرونة فوق الريشو ولا فوق بوطة اللي عندكم، لين ندير هالذوب هاي الدهنة. درك لين نضيف شوي من زيت السيور باش تذوب تيدقت مع مع الدهنة الصفراء، نحركها مزيان لين تذوب الدهنة الصفراء وتيدقت. لي تشوفوا عندي هون القرنفل اللي طحنته وغربلته في شرويطة عود رقيق، شي زيفي عود رقيق. عندي هون شي من الخميرة قديمة، كيف تشوفوا شوي من الخميرة، لا نضيف عليها الخميرة جديدة باش تزيد تعزز الريحة اللي فيها، تخلي ريحتها باردة. الا ما عاد عندكم تبداو المرحلة من البداية كيف تشوفوا، كأن ما كاينه خميرة، ديروا قرنفل، ديروا معاه تيدقت، وديروا معاه عيش هذه. بالنسبة لهذا الخليط تقدروا تستغناو عنه، تقدروا ديروا كتشارة منه مع هذه الخميرة الكحلة. غير بالنسبة للعلايات مسكينات الكهلات واعر عليهم هذاك الخليط اللي درنا، لانه مكوناته ما عارفين شيه. الافضل بنادم يدير لا رواح الزينه والريف دور اللي عاد عندكم وتيدقت كافيين باش يقدروا يديروهم الكهلات، تعرفوا عنهم يديروه في زغبهم. هون عندي الخليط كيف تشوفوا اللي نخلطه قباله ونضيف له المرشه. إلا عاد عندكم الريف دور تقدروا ديروه، ما عاد عندكم الريف دور تقدروا ديروا لا الدهنة، لا هذاك أي نوع من الريحة. البلاصة اللي فيها اللي ضفت فيها الريحة درقت، ضفت فيها ريحة ديال الليترو عادية وخلط. هون اللي نتخطاو ان شاء الله الخميرة الصفراء. عندي هون قرعة من عيشة ذوبتها، وين ذوبتها لين نضيف عليها قدر تقريبا كوتشارة ونص ديال هذاك الخليط اللي دقينا ديال الرواح ديال المسك غبرة. وعندي فلت بطاط ديال عيشة درتهم في بطة كبيرة باش نخلط المكونات كامل في بلاصة واحدة، لين نحركهم منين يذوبوا شوي ونعود نضيفهم على هذيك الدهنة ديال عيشة. كيف تشوفوا نعود نحرك. هذه لا قرعة من الدهنة ذوبتها باش يسهل عليا التخلاط، كيف تشوفوا سهل عليا نحركها. كيف تشوفوا لين نحرك هاي الدهنة كاملة، هاي الدهنة الصفراء لين نحركها قبالة، لين نضيف عليها دريك الأرواح. كل دهنة درس ولا خميرة ولا رشوش نضيف عليهم شوي من الأرواح، إلا رشوش لكحل نخليه طبيعي. لين نحرك قبالة هاي الدهنة كيف شفتوني راني درت عليها كلها، درت عليها شوي شوي من الأرواح اللي عندي. لي دركتي نجمع. هذا هو الشكل النهائي للرشوش اللي عاد درنا. تشوفوا هذا هو الرشوش الابيض، كان عندي شوي من رشوش الشياطة عندي قديم خلطته عليه. بالنسبه للناس اللي تبغوا ديروا ابيض تزيد ضيف عليه شوي من الدهنه اللي تعود دهنه طبيعيه ما فيها مواد دسمه، ما تعود ديال اللوز ولا تعود ديال لافوكا، تعود دهنه عاديه وديرها عليه يعود ابيض، رشوش ابيض. بالنسبه للرشوش اللي كحل بات ليله كامله صفيته وضفت عليهم المسك قدر تقريبا يترو ديال المسك، ضفتو على هذاك المكونات اللي شتو درتهم منه بلاو ولا ينقعوا. وعاد عندي رشوش كحل كيف تشوفوا ذاك هو اللي في القرعه. بالنسبه للخميره هذه هي الكحله، نقرب لكم، هذه هي الخميره الكحله. هون الخميره الصفراء والخميره البيضاء. بالنسبه لهذه الخميره الكحله والصفراء والبيضاء والرشوش الابيض يبغوا يعدلوا فتره
تعود شوية طويلة 40 يوم باش يعطوكم الريحة الزينة. ما يمكن تعدلوهم هيك النهار وفي نفس النهار يعطوكم نفس الجودة. خاصهم يفوتوا على الأقل 40 يوم، وكل ما بطاو كل ما زيانت ريحتهم. هذا هو الشكل النهائي للرشوش والخمير اللي عدلت معاكم. نتمناهم ينالوا اعجابكم، ونتمنىكم اذا كنتوا اول مره تزوروا القناه وعجبتكم الوصفه تشاركوها مع الاصدقاء، تبارطاجوها، ومرحبا بكم وسهلا. ولا كنتوا اول مره تزوروا القناه تشاركوا في القناه وفعلوا زر الجرس، ومرحبا بكم وسهلا.